السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ماذا أجرى مباريات اليوم من الدوري الجزائري لكم أبرز نتائج. أولمبيك قبو يهزم اتحاد خنشالة بهدفين مقابل هدف، ومولودية وهران بنفس النتيجة يهزم نجم القارة هدفين مقابل هدف، وبالتالي ترتيب شبيبة مولودية الجزائر متصدر رفقة شبيبة القبائل 46 نقطة لكل فريق، بلوزداد ثالثا ب 44 نقطة، يليه وفاق سطيف رابعا ب 38 نقطة مع مباراة ناقصة للمولودية الامساء. خامسا اتحاد العاصمة 36 نقطة، بارادو 35 نقطة، مولودية تربية سابعا 34 نقطة، أولمبي الشلف ثامنا ب 32 نقطة من 25 لقاء. تاسعا يتواجد شبيبة الثورة 32 نقطة، مولودية وران عاشرا ب 30 نقطة، ثم نادي القسنطيني ب 29 نقطة. في المركز الثاني عشر نجد أولمبيك قبو ب 28 نقطة. في المركز الثالث عشر لدينا اتحاد خنشلة 28 نقطة، يلي نجم قارة 27 نقطة، ترجي مستغانم في المركز ما قبل الأخير ب 26 نقطة، واتحاد بسكرة أخيرا ب 20 نقطة. قائمة الهدافين يترأس عادل بولبينا لاعب بارادو 16 هدف، يلي أيمن محيوص 10 أهداف لاعب شباب بلوزداد، ثم ياو أغبانو لاعب أولمبي الشال ب9 أهداف، وحميد جوشي 8 أهداف.